ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده الصراحه انا جايه اتكلم وانا يعني محروقه شويه. عايزه احكي لكم حكايه شخص لطيف كده. طلع قال لك انا نفسي اعمل ترند وافرقع واوصل واعمل حاجات بسيطه. فقال لك انا هعمل دايت واشتغل بقى ايه اللي هو خالف تعرف. قال لك هتعمل ايه يعني؟ قال لك انا اشوف الناس بتحب ايه واشتغل عليه، واللي بتكرهه هشيله. قال لك هي ناس بتكره ايه؟ قال لك بيكرهوا البيض واللبن والخضار. قال لك بس مفيش لا لبن ولا بيض ولا خضار. بيحبوا ايه؟ يوه، الحلويات بقى والبسبوسه والنوتيلا والشيبسي والبطاطس. بيحبوا الفاكهه كلها. قال لك خلاص احنا هنعمل لهم نظام ياكلوا فيه شيبسي، وياكلوا فيه بطاطس، ياكلوا يشربوا فيه عصاير معلبه، ياكلوا رز عادي، سمنه بلدي وزيوت عادي خالص، شيبس برينجلز عادي جدا. آم، آم، قالك بيحبوا المحشي. قالك خلاص نخليهم محشي. قالك طب ما انت قلت بلاش خضار. قالك طب احنا ممكن نلعب الحته دي، نقول لهم مثلا ايه ياكلوا فلفل، محشي الفلفل ده الطفهم، وبلاش بقى ايه، وبلاش باقي الخضار. فيبقى يعني احنا بنحب الفلفل. اه والله العظيم. قال لك واحنا عايزين بقى نسميه دايت برضه حنين، اسم حنين كده ايه، يداعب مشاعر المصريين. فقال لك هنسميه دايت الطيبات. الله، اسم حلو قوي وعاطفي ويمس القلب. المشكله مش في كده خالص. اي حد عايز يعك ويقول مثلا ده بيخسس، ده بيهبب، ده بيعمل اي حاجه، ما عندناش مشكله خالص. بس تيجي عند يقول لك ده بيشفي، ده بيعالج امراض، وقف يا حبيبي الانسولين، وقف دواء الضغط والسكر بتاعك، وقف كل حاجه. اصلا أنا النظام بتاعي بيخفف كل الامراض. هي دي المصيبه والكارثه الحقيقيه. مش مشكلتي ان يقول لك كل ده واشرب ده، عايز تخس، عايز تتخن، عايز تصوم 15 يوم، مش مشكله خالص. لكن نيجي عند حياه بني ادمين ونقول لهم بطلوا العلاج بتاعكم، لا دي مصيبه، دي كارثه. ده كده قتل عمد. ناس تدخل في غيبوبات سكر. هيجيبوا اللي بياخد انسولين ده، وقفت له انسولين، هيجيب الانسولين بتاعه منين؟ ما هو ما بيصنعش انسولين وانت هري بسبوسه. ده بقول لك ايه، ياكل بسبوسه بس اللي معموله بره. ليه؟ عشان ما يحطوش عليها لبن ولا بيض. البسبوسه بتاعت بره. كلام عجيب، كلام يرفضه المنطق والعقل. ياكل كل الفاكهه بس ما عدا البطيخ. اشمعنى ما عدا البطيخ يعني؟ عشان البذر ولا ايه؟ مش فاهمه انا اشمعنى البطيخ. لا لا لا، ايه الكلام ده؟ ضرب في عرض الحائط كل الابحاث العلميه والعالميه. العالم كله مهري ويصرف مليارات الدولارات على البحث العلمي، وده حد كده راح جاي شايطه برجليه. قال لك لا، انا بقى مش هعمل الكلام ده خالص. طب انت عندك نظريه، حلو، عندك نظريه وعندك حاجه بتقول يا جماعه البتاع اللي انا بعمله ده بيعمل حاجه. طب فين ابحاثك؟ فين البيبرز بتاعتك؟ ولا احنا بنجرب في مخاليق ربنا الاول؟ تقول لي بيشفي الامراض ليه سيدنا عيسى؟ هي القيامه هتقوم ولا ايه يا ولاد؟ الكلام ده يا جماعه غير صحيح بالمره. انا معرفش الراجل ده حقيقي بينام ازاي على مخدته بالليل، مش عارفه ازاي. ومبعتر ناس على السوشيال ميديا اللي هو احنا الله اكبر، الله والله العظيم ده احنا خفينا على ايديه. تفائلوا يا جماعه، ده حد بيقول لكم هتخفوا من الامراض تماما. اه والله العظيم هتخفوا من الامراض تماما، مش تاخدوا اي دواء. ده حد ما اعرفش ايه وايه، والناس داخله بقى تقول ده ايوه ده انا خفيت، ايوه انا مشيت على نظامه بقالي مش عارف كام شهر وزي الفل. ناس مدفوع لها متاجرين على السوشيال ميديا بيقولوا الكلام ده. انا شفت الكلام ده قبل كده، شفته الصراحه، شفته في الافلام. الدجالين بيعملوا كده. كانوا يأجروا ناس يقعدوا وسط الناس، يبقى الراجل داخل مشلول، يدخل عند سيدنا الشيخ يطلع الله انا خفيت، انا بمشي، انا بتكلم، انا بنطق. انا شفناه في الافلام. ده بيعمل زيه، ده بيعمل زيه. لما نيجي عند حياة البني ادمين وحياة الناس، ونأجر ناس تكتب على السوشيال ميديا ان هو اشتغل معاها عشان احنا ناس غلبانه، فينا عندنا ناس غلابه كتيره قوي ومعلومات على قدها وتبقى تعبانه من المرض، بنعذرهم على فكره. بيبقوا متبهدلين من العلاج، متبهدلين من المرض، ويجي حد يقول لهم الوصفه السحريه، يقول لهم ايه ده؟ بقول لهم ده كله اللي انتوا نفسكم فيه، كل حاجه انتوا عايزينها اتفضلوا كلوها، مباحه متاحه وكمان هتخف. فارجوكم يا جماعه الكلام ده، يعني عايزه اقول لكم ايه، يعاقب عليه القانون. دي جريمه، اللي بيحصل ده جريمه. مفيش حد ابدا قال الكلام ده، مفيش اي ورقه علميه، مفيش اي بحث علمي قال ان الكلام ده صح. مش اي حد حط رجل على رجل، كلم قلاطه، كلم طراطيف مناخيره يبقى كلامه ثقه. لا، الكلام ده غلط. ارجوكم ساعدوني ان الكلام ده يوصل زي ما هو عمال
ينشر وينشر في كلام وده غلط ويوصل لاكبر قدر من الناس، طبعا ايه قنوات الاعلاميه بقى هتجيبه ما بتصدق، واحنا الاعلام بتاعنا عندنا ما شاء الله ما بيصدق اي حاجه ويعلي عليها الترند، فهنلاقيه منتشر في كل القنوات بيتكلم عادي جدا يعني بمنتهى الاباحيه على النظام بتاعه دوت، ويوصل لاكبر شريحه واكبر قدر من البني ادمين. ساعدوني ان الكلام ده يوصل للناس علشان محدش يتاذي. ده الواحد لما بيجي يكتب فيتامين للبني ادمين يقعد يحسبها، يا جماعه هو محتاج بجد الفيتامين ده ولا ممكن نظبطه، وده حد يقول لا وقفوا، لا دي مهزله. فارجوكم مفيش حاجه اسمها دايت او نظام الطيبات، دي جريمه، دي كارثه، كارثه دخلت علينا. اشكركم، مع السلامه.